السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى سعيد عليكم وعلى الأمة العربية. وحشتوني من الفيديو اللي فات، بقالي فترة ما نزلتش، معلش كنت مشغول. تعالوا بينا نشوف النهاردة الجرس الحلوة الطرية ديت عملناها ازاي. دي كوباية كبيرة لبن رايب، ونص كوباية من السكر، ومعانا كيس خميرة او معلقة كبيرة خميرة. وهنقلب المكونات دي في بعضها حلو. اللبن لو عندك مش رايب عادي، مش مشكلة، حط عليه معلقة خل هيروب على طول. لو حليب بس يكون دافي. ده كوباية الا ربع سمنة من وزيت، حاطة منها عليها سمنة وزيت. لو حابة تعمليها زيت عادي، سمنة بس عادي. انا عاملاها ميكس ما بين الاتنين، سمنة وزيت. طبعا حطيناها على المكونات بتاعتنا وقلبناها حلو. نجيب المنخل بتاعنا او المصفى بتاعتنا، ننخل بقى الدقيق. طبعا احنا نخلينه قبل كده بس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وهنحط 4 كوبايات من الدقيق بالكوبايه المعياريه. نص كيلو ازيد شويه، احنا بنعبر بالكوبايه على حسب ما انت حابه ان انت تعملي كميه قد ايه، وممكن تعملي ازيد وتضعفي الكميه. انا عملت ديت يعني حبه صغيرين لو هتفطري منهم او عشاء خفيف كده. نعملها صبحه ما نكترش، وما بتاخدش منك وقت. هتحضريها بسرعه لو انت حابه تعملي عشاء خفيف او فطار خفيف. طبعا ما ننساش رشة الملح بتاعتنا. هنلفها حلوة، نعجنها حلو. واهم حاجة ان انت تخدميها في العجين عشان ما تفتحش منك وما تبقاش حلوة والشاي يفتح وتفرفت منك. هنحرمش منكم يا حبايبي يا رب، ويدومكم نعمة في حياتي. طبعا بعد ما احنا ما زودناش لبن ولا مية ولا اي حاجة، هو المكونات اللي انا حطيتها مظبوطة. تخدميها في العجين حلو. واهم حاجة اللي هو الدقيق اللي عندي لجميع المستخدمات. او لو عندك الدقيق الغلة من اول عين، ده هيبقى حلو وافضل برضه، مش هنشتره ولا حاجة. لا اله الا الله. طبعا احنا بنخدمها حلو، اهم حاجة في العجينة عشان ما تفتحش مننا. وهنقطعوها بعد كده كور زي ما انت عايزة بقى، كبيرة صغيرة على حسب ذوقكم يا حبايبي، وانتوا كلكم ذوق، محرمش منكم يا رب. هي لقيناها مثلا لسه شوية، بتدمغيها في ايديكي حلو كده عشان ما تفتحش منك، وتكورها حلو وتلفيها في ايدك برضو حلو كده عشان تبقى مسويه، مبقاش فيها اي حاجات مفتحه. حسيت ان فيها حاجه عيدها تاني في ايدك. وبنجرسها او بنكورها كده وبنقطعها كور كده. ونحطها في الصينيه بتاعتنا اللي هتشتغلي فيه. انا حاطاها طبعا في الفرن الغازي العادي. لو انت هتحطها تحت الشوايه طبعا الصواني بتاعتك هتكون اصغر. انا جايبه صينيه كبيره هنا، او الصاج الالومنيا الكبير، وعملتهم مره واحده. لا اله الا الله. طبعا انا مش هقطع معاكم الكميه كلها. ما بتلاقيها يعني تحسيها ان مفتحه في ايديكي شويه، بتدمغيها في ايديكي حلو، او تتكي عليها شويه حلو، او تفركيها شويه في ايديك. زي ما انتم شايفين يا حبيبي كده، بلمها من الجناب للحروف حلو، عشان برضو مره واتنين مش مشكله لما العجينه تلم وتبقى حلوه في ايديك. دوم الجرصه بتاعتنا ما تفتحش مني. احلى شويه جرس طريه تاكلها بالطريقه دي. طبعا بعد ما بنجرسها او نقطعها كده، بتقومي جايه حطاها في الصينيه، مغطياها بالفوطه حلو بتاع المطبخ، او بقماشه نضيفه من اللي انت حطاها في المطبخ تغطي بيها العجين والحاجات دي. هتغطيها ترتاح شي 5 دقايق بس. وبعد ما سيبناها ارتاحت حلوه كده، مش هتغيب ازيد من 5 دقايق او 6 دقايق. ولو مش فاضيه شويه 10 دقايق مفيش مانع.
مش هنختلف. هتبططها في الصينية كده، ولو حابة تعمليها على صينية تانية وتسيبيها ترتفع برضو وتخبزيها وتحطها كده، بس بدل ما نشيل ونحط فيه. طبعا احنا مش هنخليها رقيقة جو ولا تخينة جو، سمكيها معجول عشان لسه هتتضاعف الحجم بتاعها وهتخمر شوية، شويتين مش شوية. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. طبعا بعد ما هنعملها كده وخلصناها خبيز كلها، هنغطيها برضو وهنسيبها تخمر، نسيبها ترتفع براحتها خالص. نكون مسخنين الفرن بتاعنا حلو ومهدين النار وسط، زي ما انتوا شايفين الكمية ضعفت وخمرت حلو. عاوزة تحط حبة سمسم على وشها كده ماشي، سيبها سادة كده هتتاكل برضو، هتبقى زي العسل. انا حطيت شوية سمسم بيدوها شكل حلو. هتضغطي عليهم بايدك بس بالراحة، ايه حاجة بسيطة كده، مش هنتك عليها عشان ما تضيعيش خمرها، عشان السمسم برضو ما يجحش منك. لان مثلا لما يخش الفرن هياخد لون، لكن ممكن زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم وعينيكم وتعملوا الاحسن يا رب. خدت اللون الحلو ده من فوق ومن تحت، وهشة وطرية، وما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. طعمها بقى ما اقولكمش، احلى شوية جرس طريين. تعمليهم بيتي وانت واقفة كده، مش هياخدوا منك ربع ساعة او تلت ساعة عمايل، وهيكون الفطار جاهز او العشاء الخفيف جاهز. حرمش منكم يا حبايبي يا رب، ودومكم نعمة في حياتي. تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. ايه رأيكم بقى في شوية الجرس الحلوين دول؟ بذمتكم ما يستاهلوش لايك حلو من ايديكم؟ شايفين هشة وقطنية وطرية وما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. طعمها بقى ما اقولكم شوية رايح في حتة تانية خالص. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.